السلام عليكم الورشات، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ومرحبا بكم في القناه ديال اختكم رحمه. اليوم الورشات غادي نوجد واحد البلاطو ديال الحلويات بالعقده ديال اللوز، يجي مزوق معدل زاكو. غير تشوفوا فيها الورشات، توجدوا هكا للضياف، توجدوه في العيد، ديروا في شي مناسبه. وحتى لكم الورشات مره بنادم يدير شي بلاطو بحال هذا مع واحد البراد ديال اتاي وتبردي فيه جنونك. المهم الورشات غادي نوجد هذه الحلوه هذه بالعقده ديال اللوز. خليكم معايا باش نقول لكم الطريقه ديالي في العقده ديال اللوز. راه العقده ديال اللوز فاش تشوفيها هكا الورشه تشوفوها تقولوا راه ساهله، بصح الا جيتي ديريها ودرتي لا درتي غير شي غلط راه صافي ديك العقده مشات. راه خاص بزاف ديال الحوايج باش تصدق لك ديك العقده. نبداو بسم الله على بركه الله. انا غادي ندير الورشات كيلو ديال اللوز. في هاد اللوز اللي راكم تشوفوا فيها الورشات هنا ماشي كيلو، هنا غير 700 غرام، لخاطر راها عندي شويه العقده اللي كانت شاطت لي من قبل وغادي نزيدها باش نكمل كيلو. المهم غادي نخدم اليوم بكيلو ديال العقده. 700 غرام الورشات ديال اللوز سلقتها. شي خطاتها نديرها في كاسرونه داك اللوز ونكب فيه الماء طايب، نخليه واحد شويه ونقلع ديك القشور. وشي خطرات ندير مع الماء بارد مع اللوز ونديرو فوق البوطه يطبخ واحد دقيقه هكا ولا صافي. نقلع ديك القشره، نخلي داك اللوز، نخلي داك اللوز المهم نقلع له القشره. وهذاك اللوز نغسلو ونخليه فواحد الشبكه يقطر. ومن بعد الورشات نديرو هكا فوق شي هكذا كتات ديال الخبز اللي نقيين ونخليه الليله كامله. انا نديرو دائما في العشيه ونخليه الليله كامله باش ينشف مليح. اللوز باش ديري العقده خاصو يكون ناشف مليح الورشات. درك هنا راني وريت لكم هكا ملي كنت نرفد راه ناشف مخير فوق الكتاتن. وشي خطات نبدلو عاوتاني ديك الكتانه الا شفتها هكا قاسها الماء باش ينشف داك اللوز مليح. هنا من في الصباح رفدتو وديتو عند اللي يطحنوا لي، عندك اللي يطحن العطريه. نبغي نديه فما ينطحن باش ينطحنها كامل مليح الورشات. الا كانت عندكم الطحانه في الدار تطحن مليح تقدروا تطحنوه في الدار. طحنوا الطحنه الاولى ومن بعد غادي تزيدوا مع السكر. هنايا عندي هذا 700 غرام درت معها 300 غرام تاع السكر الورشات. من ندير كيلو ديال اللوز نكون دايره كيلو ديال اللوز ندير معها 400 غرام. انا ما كانش عندي السكر كلاصي في الدار ونديرو مع السكر كلاصي. ما كانش عندي السكر كلاصي في الدار، مشيت عند مول الحانوت قلت له زيد لي السكر كلاصي معاه. شريت بعدا عليه في الماء، دار لي معاه 300 غرام ورشي الاخر جبته 300 غرام مع هاد 700 غرام. كان كيلو تقدروا ديروا واحد 400 غرام. المهم على حساب الحلاوه تقدروا تذوقوا. تزيدوا فيه الحلاوه. الا كانت عندكم الطحانه في الدار تقدروا تزيدوا السكر معه وتطحنوا. مين جبت ديك 700 غرام ديال العقده طحنها لي، درت معاها مغرفه ديال الزبده الورشات تكون رطبه ديك الزبده، ومغرفه ديال الناباج. كان الناباج ديروا مغرفه، ما كانش الناباج تقدروا ديروا مغرفه الورشات ديال العسل ولا ديال الكونفيتير. انا دائما هكا العقده نبغي ندير فيها الناباج. تقدروا ديروا واحد القبيصه هكا ديال الملح، انا ما بانتش هنا في الفيديو، قبيصه ديال الملح مع ديك مغرفه ديال الناباج ومغرفه ديال الزبده الورشات. هنايا السر باش تنجح لكم العقده الورشات. الا ما كثرتوش ما زهر في الاول وكانت قاصحه ديك العقده غادي تطلق لكم الزيت واجاب ما يجمع ديك العقده الواغشات وجاب ما يتشرب ديك الزيت. وإلا كثرتو ما زهر وجاتكم ديك العقده مرخوفه غادي تبقى تلصق لكم وما غاديش تبغي تنجمع لكم. دائما الواغشات ديروا ما زهر في الاول هكا واحد شويه وتبقاو تدلكوا. زيدوا ما زهر غير بشويه. الا شفتوها باقيه عاد قاصحه غير زيدوا ما زهر باش ما تقعد لكمش قاصحه وتطلق لكم الزيت بزاف. الا طلقت الزيت بزاف كما قلت لكم غادي تجيكم واعره باش تجمعوها. صافي نبقى هكا ندير ما زهر نزيد غير بشويه وندلك وما نخليهاش قاصحه بالاول باش ما تعذبنيش. الا كانت قاصحه في الاول الوقت غادي تعذبكم. ومن تكون مطحونه في الاول وتجيبوا تحطوها في القصعه وتجيو هكا باش تدلكوها غادي تبان لكم قاصحه، بصح كي تبقاو تخدموها بيديكم غادي تحمى هكا بين يديكم صافي وترخف. الا الورشات كثرتوا ما زهر وشتوها بقات تلصق لكم، الا زعما ما زهر نفلت لكم وكثرتوا ما زهر بقات تلصق، خليو ديك هذيك العقده هكا في القصعه واحد شويه، واحد الربع ساعه ولا 20 دقيقه هكذاك في القصعه. ومن بعد من تجيو تجمعوها هكا صافي تجمع لكم. انا من نبقى ندلك فيها هكا دائما يعجبنا الورشه ديك القصعه نسريها مليح هكا بالمغرفه ولا بيدي ما يبقاش كاع لاصق فيها هذاك اللوز باش هكا تبقى تجيكم ساهله. ما تبقاو تدلكوا تبقى تتبعكم ما تبقاش تلصق لكم في القصعه. راكم فهمتوا؟ هنا عمرت معكم الكاسه الورشات بالعاني باش تشوفوا شحال درت. تبقاو غير تدلكوا، انا غير ندلك ونعبر هكا بيدي نرولي هكا داك اللوز ونعبر واش ما راهش تنقسم ديك حتى تبقى هكا تلوى لكم وما تنقسمش ديك العقده. وريت لكم الورشات راه قريب النص ديال المزهر اللي درت في ديك 700 غرام. هنا جبت ديك العقده اللي كانت باقيت اللي كانت عندي في فريجيدان
درتها فوق الميزان وزدت عليها هاد العقده الجديده، خاطر بديت بديك القديمه وكملت كيلو. هنا هذه اللي في القصعه غادي نخدم بها عاود حوايج اخرين. المهم كملت كيلو. هذه غادي نرفدها، رديتها في البواطه باش نديرها في فريجيدان. وهذه اللي زدت معها هذيك اللي كانت عندي قديمه وزنت كيلو. دوك راه عندي هنا كيلو ديال العقده باش تعرفوا الوقت شحال غادي يخرج لكم. كيلو وزنت ديال العقده صافي. خلطتها مع ديك اللي كانت عندي، دلكتها هكذا واحد شويه باش تخلط مع بعضها. صافي غادي نغطيها بداك البلاستيك ودخلتها للثلاجه واحد الساعه، نص ساعه، ساعه باش ترتاح هكا شويه في الثلاجه. عاد نبدا نخدم بها. هنا هاد الفواكه المرقده الواغشات جبتهم باش غادي نخلطهم. غادي نوري لكم واسمو كاع. غادي نسحق في هاد العقده هذه. هنا جاو يجيوني غلاض ونبغي هكذا نقصهم بالموس باش يجيو رقاق. شوفوا الوقت خليت ديك اللي غادي نخلط في العجينه والفر درتهم هكذا كميميسات. غادي نقول لكم من بعد علاش. ديك العقده الوسط انا قسمتها غير على جوج، وحده غادي ندير فيها الفواكه المرقده وحده غادي نخليها هكذا. تقدروا تقسموا الوسط العقده تطلع على 4 ولا 5 ولا 3 ولا شحال ما بغيتو وتنكهوا باش بغيتو. تقدروا ديروا دوك النكهات، تقدروا ديروا دوك الملون تلونوا باش بغيتو ديك العقده. تقدروا ديروا الزبيب، تقدروا ديروا المشماش مقطع هكا مخصوص هكا موصويات اللي يعجبكم. انا درت هنا نص الفواكه المرقده ونص خليتو هكا. قسمت العجينه غير على جوج. هادوك المرصويات اللي خليت راني حسبتهم ودرت مكدا كريكيرات وخليتهم. حسبت على حساب الحبات اللي غادي ندير. هنا لو خدت داك النص اللي درت فيه الفواكه المرقده، هنا راني نقول لكم على حساب الحوايج اللي تخلطوهم في العجينه. اللي تبغوا تخلطوا في العجينه باش نكهوا العجينه، تقدروا ديروا النكهه ديال الكراميل، النكهه ديال الحامض اللي عجبكم ديروه في هاد العجينه هذه. ولا اللوانات عاوتاني اللون اللي عجبكم تقسموا هاد العجينه وتلونوا باش بغيتوا. الا بغيتوا زعما ديك النكهه ديك العقده ديال اللوز ديروها بشي لون اللي بغيتو، خضر ولا احمر ولا صفر ولا اللي عجبكم. الورشات انا خليتها هنا غير عاديه. من بعد الورشات غادي نبقى نكور. اليوم درت هاد النواعات هادو درتهم غير مكورين، ما درتش شي نوع اخر. تقدروا ديروا الطويل ولا المربع ولا اللي عجبكم ولا شي مول هكا صغير عندكم ديروا فيها. انا اليوم درتها غير كويرات هكا. عجبني هاد الشكل هذا، درت غير هاد الشكل. بقيت ندير فوق الميزان باش نديرهم كاع كيف الورشات. كي ديك اللي فيها الفواكه كي الاخرى ندير. هنا درت فيهم 19 غرام في الحبه. ديروا 20 غرام ولا 21، المهم على حسابكم نتوما بغيتوهم صغار ولا كبار ولا قل بهادو ولا كثر بهادو كي بغيتو. انا درت فيهم 19 غرام كاع كيف. الورشات هنايا هذاك الفواكه المرقده اللي غادي نزوق بها من بعد درت على حساب واحد 7 ولا 8 ديال الكريكيرات. ما بقيتش عاقله شحال هنايا، ما بغيتش عاوتاني نولي الفيديو نشوف شحال. المهم ديروا على حساب الحبات اللي تكونوا باغيين ديروهم. انا هنا حسبت الحبات بحال مثلا 7 ديال الحبات ولا 8 غادي نديرهم بهذا الشكل، 7 بهادو ولا 8. المهم على حساب الحبات اللي تكونوا باغيين ديروا نتوما. انا في البلاطو يرفد لي واحد 6 ولا 7 ديال الحبات هكذا في السطر، وبقيت نحسب الحبات ونشوف باش غادي نزوقهم. هنايا الورشات عندي هنا قوقاو كونكاسي. تقدروا ديروا اللوز كونكاسي، ما كانش عندي درت قوقاو. كاع داكشي اللي كان عندي شايط في الدار جبته نزوق به. شويه ديال الجنجله الاحمر، شويه ديال داك السوريز في الاحمر، وكاين الخضر الا بغيتوا ديروا الخضر. دوك الفواكه المرقده اللي خليت، وعندي بيض البيض. هاد الفويتين هذا دوك عاد وريته لكم الخاطر كانت توجدوا بنتي هي اللي وجدته في الدار. يندار غير بالبيض، يمكن بالبيض والله ما عرفت هي اللي دارته بالبيض والزبده والدقيق ولا. المهم يلا 3 ولا 4 ديال المكونات هي اللي وجدته. تقدروا ديروا الفويتين هكا في الخضر ولا في الاحمر ولا في الصفر، اللون اللي يعجبكم وتزوقوا به. المهم الزواقه الورشات تزوقوا باش بغيتوا. تقدروا بحال هاد الكويرات اللي درت انا وزوقوهم بحال غير بالجنجلان الاحمر ولا بالجنجلان الابيض ولا غير بالقوقه ولا اللي عجبكم. انا داكشي اللي كان عندي كامل في الدار جمعته وجبت نزوق به. كل 6 ولا 7 ديال الحبات غادي نديرهم بزواق. الاولى الورشات درت في البيض، وضروري البيض ديال البيضه الورشات باش يلصق لكم داكشي تكون غادي ديروا. تغطسوا مليح ديك الكوير هكا في البيض ديال البيض. هنا بديت في الاول درت هذا اللوز افيلي. درت هاد الحبات هادو باللوز افيلي، يمكن واحد 7 ولا 8 ديال الحبات. المهم كما قلت لكم انا درت على حساب البلاطو اللي عندي. درت واحد 6 ولا 7 ديال الحبات هكا اللي يجي لي حتى حسبت راه خاطر عارفه البلاطو شحال يهز لي، كنت درت فيه من قبل. ودرت واحد 6 ولا 7 ديال الحبات هكا في السطر. كل 7 ديال الحبات ولا 8 نديرهم بشكل
ايوا راكم فهمتوا يا الورشات اختكم رحمه. هاد النوع الاولى الورشات زوقته في الاول، درت له هاد اللوز ايفيلي ودرت له في الوسط واحد النص ديال السوريزه. هذا صافي راه مزوق، ما غادي نزيد له والو. من بعد غادي ندير له غير شويه ديال الناباج ما يطيب. صافي هاد الزويقه الاولى درت لها غير هكذا، ما غادي نزيد لها حتى شي حاجه. الحاجه اللي تكون غادي زعما تقدر طيب زوقوها بالاول. زعما بحال هذا درت له اللوز ايفيلي وديك السوريزه غادي يدخل الفران معليش. بصح شي حاجه اللي ما تكونش غادي تدخل الفران بحال كراميل ولا شي حاجه اللي تكون عندكم طايبه وتبغيو ديروها حتى للتالي، خليو حتى للتالي وديروها. غادي نوري لكم الحوايج الاخرين اللي درت. صافي هنا كملت هذوك الحبات، راني حاسبتهم كما قلت لكم واحد 6 ولا 7 ديال الحبات درتهم باللوز ايفيلي وهذيك السوريزه. كاين السوريزه هكا في الاحمر، انا جبت في الاحمر. تقدروا ديروه في الخضار، تقدروا ديروه هكا مرسو ديال المشماش ولا الاخر زبيب ولا المهم باش تبغيو تزوقوا. قلت لكم اللي يكون عندكم في الدار. الحبات الاخرين الواشات واش غادي ندير لهم؟ غادي ندير لهم الجنجلان الاحمر، وغادي ندير لهم واحد القرقاعه الفوق. هاد الزويقه هذه حتى هي ما غادي نزيد لها حتى شي حاجه في التالي من الطيب. غادي ندير لها غير الناباج ضروري من طيبها من يطيب هذا الكاطو هذا باش يجي هكذا يلمع الواغشات. شفتوا شحال سهلت عليكم اختكم رحمه؟ راني نقول لكم كلشي بالتفصيل الواغشات. هذا درت له الجنجلان الاحمر هذا النوع هذا، ودرت له كما قلت لكم قرقاعه الفوق، قرقاعه هكا وافيه الفوق. صافي هاد الزويقه ما غادي نزيد لها حتى شي حاجه، خاطر القرقاعه غادي معليش الا دخلت للفران داك الجنجلان حتى هو هكذاك. غير نكور هكا. والبيض ديال البيض ضروري الواغشات، النوع اللي ديروه ضروري البيض ديال البيض باش يلصق لكم داك الشيء اللي تكون غادي ديروا. كورتهم في البيض دوك الحبات اللي حسبتهم، ودرت لهم هكا الجنجلان وزدت هذيك القرقاعه الفوق. هذا هو النوع الزوجه الواغشات اللي درت. راه الزواق كما قلت لكم تزوقوا باش بغيتو واللي عندكم في الدار، وتقدري ديري كاع غير نوع واحد هكا بهذا جنجلان وقرقاعه ولا جنجلان وتزيدي في ديك الحفيره هكا الكراميل ولا ديري هكذا شي كريمه الا كانت عندك بغيتيها. المهم كل واحد كما قلت لكم بداك الشيء اللي عندكم واللي يعجبكم. صافي هذا هو النوع الجوج صافي سطرتهم الورشات هنايا في هذا البلاطو، فرشت لهم داك الورق ديال الصني هذاك راه كان درت بنتي فيه الفويتين وقلبته ودرت فيه بلا ما نعاودو ندير واحد اخر. صافي سطرتهم هنا في الصنه الورشات. هاد الكاطو الورشات تاع اللوز كيف ما داير النوع اللي غادي ديروا بالعقده ديال اللوز كي تكملوه. صافي ديروا كلشي تكملوه، خاصكم تخليوه واحد الساعه ولا 2 سوايع حتى ينشف. شي بلاصه اللي تكون فيها الهواء، ماشي كما الكاطو العادي تخافي لا يتفلق لك بالهواء ولا هذا تاع اللوز الورشات راه خاصكم تخليوه ينشف عاد يطيب. هنا الورشات وريت لكم هذاك ديال السيليكون، داك القالب ديال السيليكون الورشات وريت لكم. انا عندي غير هذاك، ما عنديش اخرين، عندي غير داك الواحد. غادي ندير فيه واحد النوع هذاك القالب ديال السيليكون الورشات. علاش يعجبني ندير فيه هذوك الحبات يجيو هكذا كيف ما تجيش وحده بحال وحده عوجه وحده مدوره وحده ماشي مدوره. هذاك القالب اللي عندكم بحالو تبقاو ديروا فيه يجيوكم كلشي كيف. غير انا في الاول هذوك درتهم صافي درتهم هكذاك، وفي التالي عجبني هذا القالب جبدته بغيت ندير فيه هادو باش يجيو لي نيشان. هذا النوع الثالث الورشات درت له القوقاو كونكاسي، ولا تقدروا ديروا اللوز كونكاسي ولا الجنجلان البيض ولا الكحل ولا المهم اللي كما قلت لكم اللي كاين واللي موجود. درت القوقاو كونكاسي. هذا غادي نزيد له التزيينه الورشات من بعد ما يطيب. هذا غادي نديروه في داك القالب، غادي نورك عليه وندير له واحد الحفيره في الوسط خاطر غادي نزيد له شي حاجه في التالي. هذا راه خاصو يتزين عاد من يطيب، ماشي كما داك النوع الاول والزاوج. هنا شفتوا الورشات هادو اللي نديروهم هكذا في هذا القالب هذا. تقدروا الورشات تكون غير قفاله ديال القرعه تكون شويه كبيره، تقدروا ديروا فيها هكذا زعما ديروا فيها تعدلوا فيها ومن بعد عاد تقلعوه ديروه في السيرك وديروا الورشات القفاله عاود دوب. تقولوا اختي رحمه قالت لنا ديروا القفاله زعما غير باش تعدلوا باش يجيوكم هكا معدلين ولا شي حاجه هكا اللي تكون عندكم موجوده في الدار مدوره. هذا القالب هكا يساعد زعما ما تضليش تكوري وتشوفي واش معدله ولا لا. هذا غير تحي فيه ديك الكره وتوركي عليه تجي ديك الحبه معدله الورشات. وعجبني هذا القالب هذا، دوك اللي درتهم في هذا القالب هذا عجبوني. ايوا هي الورشات ديالي صافي غادي ندير ديك الحفره هكذا في الوسط باش من بعد غادي نعمرها. نوري لكم باش نعمرها. صافي هاد الحبات درتهم بالقوقاو كونكاسي.
هاد الحبات الاخرين اللي باقيين غادي نديرهم حتى هما باللوز ايفيلي. واخا درت داك النوع الاول باللوز ايفيلي، حتى هذا غادي نزيدو باللوز ايفيلي، وغادي نقول لكم من بعد واش غادي ندير له. حتى هو نفس الشيء الورشات. البيض ديال البيض ضروري، البيض ديال البيض تكوروا تعاودوا كثروا لهم البيض ديال البيض باش يلصق لكم داك الشيء اللي تكونوا غادي ديروا. صافي هنا عاود حسبت دوك الحبات اللي غادي ندير لهم داك اللوز ايفيلي. هادو عاود غادي حتى هما نزيد لهم الزواق من بعد، وحتى هما درتهم في هذاك القالب. غير هنا كان ما تعمرليش الصني، ودرت عمرت في هذا القالب هذا، وداك القالب حطيته مع دوك الحبات هكا في وسط الصني. ومن بعد ما ينطابوا قلعتهم ودرت فيه عاود نوع اخر. زعما لو كان كاين قوالب اخرين مليح، بين ما كانش غير هذا نسلكوا به القضيه. صافي الوغشات هنا عاود دوك الحبات كملتهم بداك اللوز ايفيلي، ودرتهم حتى هما فما مع داك اللي درتهم بالقوقه وكونكاسي. عمرت هذاك القالب. هادو حتى هما هادو ديال اللوز ايفيلي حتى هما غادي نزيد لهم شي حوايج في التالي. هذا القالب الوغشات هذا يدخل الفران. هادو بدوك اللي يطيبوا فيه الحوايج. راه كاين الوغشات شي هادو ديال قوالب ديال السيليكون اللي ما يدخلوش للفران، وكاين ديال الفران. هنايا غادي نزوق هاد الحبات الوغشات اللي باقيين اللي غادي ندير لهم الفويتين الاحمر. هاد الفويتين الاحمر وحتى هو هاد الفويتين الاحمر هو اللي هادو اللي غادي نديرهم بهاد الفويتين الاحمر هما اللي خليت لهم داك هادوك الفواكه المرقده. حسبت دوك الكريكيرات على حساب الحبات اللي خليت، حتى هما بيض البيض، وغادي نديرهم في الفويتين. غادي غير نكورهم وغادي نخليهم من بعد حتى غادي يطيبوا لي هادوك الحبات اللي درتهم في داك القالب ديال السيليكون. عاد من بعد غادي نولي ندير هادو في السيليكون. غير هما هنا غطستهم في هاد الفويتين باش ينشفوا حتى هما. كما قلت لكم الكاطو هكا اللي نديروه بالعقده ديال اللوز خاصو ينشف، ماشي غير نديروه نطيبوه ساعه 2 سوايع حتى 3 سوايع خليه ينشف. المهم على الاقل 1 الساعه خاص ينشف مليح عاد نطيبوه. صافي هنايا داك البيضه الوغشات راه جالي نيشان مع دوك الحبات. اختكم مرحبا، ما تضيعش الحاجه اللي نديرها غير بشويه. الاقتصاد اختي ما تضيع لا للضياع، حتى حاجه ما تضيع. وهنايا حتى داك الفويتين الوغشات شفتو بقيت ندير غير بشويه. الحوايج اللي نغطس فيهم ندير غير بشويه باش ما يبقالناش داك اللي نغطسو فيه يبقى شايط فما، اللي شاط يشيط نقي. صافي خليت هذوك الحبات الوغشات نشفوا فما. من بعد من طيبت داك اللي كان هنا في هذا القالب وقلعته، درت هاد الحمر كانوا صافي حتى هما نشفوا، غير درتهم في القالب وتحيتهم في الفران يطيبوا. هنايا الوغشات هذا اللي درته في الفويتين. ما عرفتش قلت لكم غادي ندخلو عاد ومن بعد نزوقو ولا هذا خصني نزوقو دروك، راني نسيت. خاص دروك يزوق لخاطر هذا الفواكه المرقده حتى الا دخلوا للفران ما عليهمش. ماشي كيما دوك الحوايج اللي ما خاصهمش يطيبوا حتى للتالي ونزيدوهم. الفواكه المرقده معليش غادي نديرهم في ديك الحفيره. ومن بعد زدت هكا هاد الزواق هذا الوغشات شي خطات حتى للتالي وتبان لك شي حاجه تزيديها. راه الحاجه اللي تكون عندك في الدار تقدري تزيديها. هنايا زدت هاد اللوز ايفيلي. دوك الحبيبات هكا عجبوني وافيين، جبتهم وزدتهم هكذا في الطرف زعما من داك الفويتين الاحمر. وزدت داك الفواكه المرقده جالي داك الشيء الاحمر في الاحمر، وقلت علاش ما نزيدش هاد الحبات هكا ديال اللوز ايفيلي بويض يجيو هكذا عاطين نظره زينه. صافي الوغشات هنايا درتو في البلاطو وغادي نكمل الطياب ديالي. بالنسبه للطياب الوغشات من نشعل الفران 160 درجه الفوق والتحت. الوغشات الطياب يلا واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه على حسب الفران ديالكم. انا الفران ديالي واحد 10 ديال الدقائق شاعل الفوق والتحت، هذاك السلك في الوسط و160 درجه. الوغشات هذا هو الطياب ديال الكاطو ديال الكاطو ديال هذا الكاطو اللي نديروه بالعقده ديال اللوز. راه ما خاصوش يطيب حتى يتحمر. الا تحمر وقصاح داك قصاح لكم راه ما غاديش يجي بنين وما تحسوش ديك البنه وداك الماكله اللي تبقاو تاكلوا هكذا يجي معلك بهاد العقده ديال اللوز. خاص الكاطو هاد الحلوه هذه تجي معلكه ما تجيش قاصحه بلا ما يتحمر. غير يشد روحو غير ينشف 10 دقائق حتى ربع ساعه غير ينشف. صافي ونخرجوه. هنا من بعد ما خرجته غادي نزوق داك الشيء اللي ما زوقتوش في الاول. هذوك اللي غادي نكملهم الزواق هادو اللي في الطرف اللي غادي نديرهم
كيما نديروا الشكل ديال الساقيه، هذاك النوع ديال الساقيه اللي نديروه له في الوسط هكا هذاك اللون خضر. هنايا درت شويه ديال القوقاو كونكاسي، قوقاو عبرت الورشات هذوك الحبات ديال الكاطو اللي غادي نزوق بهم، اللي نزوقهم عبرت هكا مغرفه صغيره عمرتها، تجي في ديك التقيبه هكا صافي، وحسبت شحال من حبه شحال من مغرفه صغيره باش ما يضيعليش هذا قوقاو اللي غادي نخلط. درت قوقاو هنايا في هذيك الكاسرونه، زدت عليها واحد المغرفه ديال الجليكوز وغير واحد شويه فوق البوطه هكا تحمى شويه، ونزيد عليها شويه ديال الناباج. هنا شوفوا غير واحد شويه، وزدت عليها هنايا الناباج واحد المغرفه ولا جوج على حساب داك الشيء اللي غادي باش غادي نزوق. وزدت واحد راس مغرفه صغيره ديال هذاك الملون الخضر غادي ندير انا اللون الخضر، تقدروا ديروا اللون الاحمر ولا اللي يعجبكم. درت انا هنا اللون الخضر باش تجي لي بحال النوع ديال الساقيه كما قلت لكم، داك الشكل ديال الساقيه اللي نديروه. صافي خلطت مليح، وهنا ما حد هو حامي هكذا باش ما يقساحليش، غادي نبقى نعمر به. الا شفتوا درتوا هذا النوع هذا وشفتوا هكا قساح لكم، تقدروا تردوه فوق البوطه باش يولي يذوب. غادي نعمر بها الورشات. هذا النوع اللي درتو بالقوقاو كونكاسي هو اللي غادي ندير له هاد الطعميره هكا بهذا اللون الخضر. هذا واخا ذوبنا، هاد الطعميره هذه واخا ذوبناها من بعد غادي تشد روحها شويه خاطر فيها داك فيها الجليكوز. وهنا تقدروا تزوقوا باش ما بغيتوا الورشات. انا درت هاد الزويقه، نتوما اللي عجبكم تبغيو تزوقوا به تزوقوا، تقدروا تخليوها كاع هكاك اختي، انا خليها هكاك الا بغيتي. صافي نبقى نعمر الورشات حتى نعمر دوك الحبات كاملين اللي عندي باللوز بالقوقاو كونكاسي. شفتوا شحال جا الشكل ديالها زين، يجي زعما الشكل ديالهم يجي كما قلت لكم شنا حتى الا درتوه فوق الميده، وشنا حتى الا شدتو فيها الورشات هذا البلاطو هذا. اختكم رحمه شنا الا شدتو فيه زعما نبقاو غير نشوفوا فيه كاع ما ناكلوش. صافي الورشات عمرت كامل دوك الحبات اللي عندي. هذا الحبات هادو اللي غادي ندير بهم حتى هما هذوك الصوره اللي قلت لكم في البلاطو. المهم تبقاو تحسبوا الورشات، الا بغيتوا تعمروا شي بلاطو ولا شي صينيه حسبوا شحال يرفد لكم من حبه باش تبقاو هكا ديروا دوك الحبات نيشان. هذا هو الشكل الورشات عمرت بهذا الخضر، هذا اللون الخضر. من بعد الورشات غادي نجي هنايا غادي ندير لهم الناباج. الورشات هنا من بعد اختك رحمه هنا من بعد ما يطيب لي الكاطو الورشات ونزوق بداك الشيء اللي بغيت، وهذاك اللي عندي اللي طايب من قبل مزوق غادي ندهنو بالناباج. هذا الحلوه اللي نديروها بالعقده ديال اللوز الورشات ضروري من بعد ما طيب ونكملوا الزواق ديالنا ونكملوا داك الشيء كاع اللي درناه باش غادي صافي نحطوه في البلاطو، خاص نديروا له الناباج الورشات. ضروري الناباج باش يجي هكذا يجي يلبع. شوفوا الورشات هاد الحبات اللي درت لهم الناباج مع دوك الحبات اللي ما راني جايات لهم. شوفوا راني نوري لكم هنايا الحبات اللي ندهنوهم بالناباج يجيو هكا عاطين ديك يجيو يلمعوا. دوك الحبات الا خليناهم هكذاك ما يجيوش، يعني ضروري خاصو يندهن بالناباج باش يعطينا ديك اللمعه ويجي هكذا في البلاطو عاطي العين الورشات وعاطي النظره. كل شيء نفوتوا عليها الورشات هكذا بالناباج كي داك اللي فيه الكركاع اللي فيه ديك المهم كل شيء الحلوه اللي نديروها بالعقده ديال اللوز نفوتوا عليها هكذا بالناباج. داك الناباج الورشات درتوه هكذا في ديك المقيله ولا كاسرونه، ونديروه واحد شويه فوق البوطه بحال يحمى شويه ويطلق باش يبقى هكذا من نجيو ندهنوا به يجي لنا ساهل. خاطر الا درناه هكاك غادي يجي لنا شويه قاصح وما يساعدناش باش نبقاو ندهنوا به. صافي ندهن دوك الحبات كاملين. هادوك اللي درت لهم الزواق خضر الورشات خليتهم حتى للتالي وهما، ودوك اللي درت لهم الفويتين خاطر من نبقى ندهنهم غادي يطلقوا لي الحموريه وداك اللون الخضر يطلق لي في داك الناباج، وغادي يطلق لي كامل في دوك الحبات اللواله هادوك اللي فيهم السوريزه ودوك اللي فيهم القرقعه. هادوك راه ما فيهم لا صباغه لا والو، نبداو بهم كيما كانت عندنا شي نوع اللي ما يكون فيه لا صباغه لا والو نبداو به هو الاول، عاد نمشيو لدوك الحوايج اللي فيهم هكذا اللوانات. شوفوا هنا راه من جيت ندير داك الخضر وداك الاحمر ما درتهمش غير انا بوحدي. هذيك الشيته واحد الشيته دير بها بنتي داك اللون الخضر، والشيته انا ندير بها اللون الاحمر باش هكا ما يطلقوش بعضياتهم ويجي لنا كل نوع زعما باللون ديالو نيشان ما نخلطوش. ايوا الورشات اختكم رحمه راه هضر ونتمنى تكونوا فهمتوا. والحاجه الورشات اللي ما فهمتوهاش قولوا لي في الكومونتير نقولها لكم، الحاجه اللي نعرفها نقولها لكم ونشاركها معكم.
الحاجه اللي ما نعرفهاش حتى نتوما الورشات ودرتها حتى انا عوجه في الفيديو، عاود تصحوها لي نتوما في الكومونتيرات. الورشات هنا هذاك اللي زوقته باللون الاخضر بانت لي عاوده، مشيت جبت شي ورقات نتاع الورد كانوا عندي في الكونجيلاتور. هاد الورده الورشات بعدا من قلت لكم درك ديروه في الكونجيلاتور يبقى لكم داك اللون ديالو هكاك ما يضيع. ما ورونا هذه شحال كنت نجيبو يعجبني نجيبو للدار ونخليه صافي يولي هكا يمشي داك اللون الغوز ديالو. من بعد بقيت نديرو في الكونجيلاتور يقعد لكم هكذا كيقول داك اللون ديال الورد غوز مخير. شوفوا من فكرت هذا قلتها لكم. هذاك اللون الورشات اللي درت داك النوع اللي درته باللون الاخضر زدت له ديك الوريقه هكا ديال الورد غوز جاعت النظره اكثر. شوفوا واخا نكونوا الورشات نكونوا دايرين شي زواق في مخنا ونزوقوا، ومن بعد تبان لك شي حاجه اللي تزيد تعطيك النظره لديك الحاجه اللي تكوني دايره عليها في الاول، من بعد تزيدي لها غير شي كيما نقولوا حنا هكذا شي حاجه بسيطه تزيد تعطيك حاجه زينه. صافي الورشات داك النوع درت له ديك الوريضه، وهذا الشكل اللي كان باقي لي درت له الكراميل. نست لي كراميل درت له هكذا واحد شويه في ديك الحفيره، عمرتهم كاملين دوك الحبات اللي كانوا باقيين لي. راني انا شي خطره راه دوك راني نخدم فوق البوطاجي وبنتي راها مورايا مسكينه عاوتاني تخدم حوايج اخرى. لا ماشي كلشي سهله الورشات، راه الحاجه تشوفها هكا في الفيديو بصح راه خدمتها راها تماره. نتمنى الورشات غير واحد البصيمه من عندكم والتشجيعات، هذا الشيء اللي نتمناو من عندكم، والحاجه اللي نعرفوها راه حنا نديروها معاكم. صافي الورشات عمرت دوك الحبات اللي كانوا باقيين لي هكذا بالكراميل. وهنا عاوده واسمو بانت لي الورشات هاد مشات لي بالمخ. واسمو انا هذا اللي زوقت به هذا الورق كي سميتو الورق الذهبي. ما فيا اللي قطع الورشات الفيديو. هذا الورق الذهبي كان شايط لي واحد شويه في فريجيدان، جبدته وبقيت نزيدو فوق داك النوع اللي درت له الكراميل. شفتوا شحال جازينه الورشات، زعما شي شكل غير هكذا يكون غير حاجه من ويجي داك الشكل مخير. الورشات غير سمحوا لي ما قديتش نقطع الفيديو وانا غادي نكمل الفيديو. ما فيا اللي عاود يولي عاود لغيت على بنتي باش تقول لي داك داك الورق كيسبيتو. قبلوا على الفيديو ديال اختكم رحمه. صافي الورشات هنا من بعد ما كملت ودهنت بداك الناباج، دهنت كامل الكاطو بالناباج. غادي نردو الورشات غادي نردو الفران. ضروري يولي الفران، ولكن الفران مطفي. نشعلوا داك الفران يحمى، وإلا كان عندنا حامي هو حامي هكا ندحيو داك الكاطو اللي درنا له الناباج الورشات غير واحد شويه، واحد 5 دقائق ونجبدوه باش يلصق داك الناباج على الكاطو. هذا هو البلاطو ديالي ديال اليوم الورشات. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش اختكم مرحبا بالتشجيعات بواحد البصمه وواحد البلاطو بحال هذا ديروه بردوا جنونكم. هذا الكاطو الورشات من تاكليه يتعلك ما تنسايلوش البنه. يلا الورشات بالسلامه عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.